السلام عليكم. المحاضرة رقم 13 في كورس ال HTML ومتابعين فيها في الفورم. آخر محاضرة كنا خدنا فيها السلكت وإزاي بختار قيم من القائمة. النهاردة هناخد أداة شبه السلكت لكن فيها اختلاف مهم جدا. هنعمل كده ليبل ونقول مثلا هنا اختار المحافظة مثلا. هاجي بعد كده أعمل input type text وهقول له هنا list وهكتب هنا كلمة city. هنعرف ايه دلوقتي الليست ده، بس لو نلاحظ ان هو اختار المحافظه طلعت معايا اهي، والفيلد بتاع الانبوت طلع معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. لحد دلوقتي انا ما عملتش حاجه جديده. هاجي بعد كده اقول له حاجه اسمها داتا ليست. داتا ليست داتا ليست انا لما فتحتها ما ظهرليش اي حاجه برضو، لكن لما هنبدا نحط جواها بيانات اوبشن، والمره دي الاوبشن ما هيبقاش ليه قفله، يعني هي اوبشن كده على طول. تعالوا نحط هنا كايل وهقرر ده كوبي وبيست كده، وهكتب هنا جيزه، وهاجي للداتا ليست دي هديها اي دي نفس الاي دي اللي مكتوب عند الليست فوق. يعني في الانبوت عندي هنا انا كاتب في الليست في الاتريبيوت ده اللي هي خاصيه الليست كاتب سيتي، هاجي في الاي دي هنا هكتب سيتي برضو. هنلاحظ هنا ان كايرو وجيزه ظهروا جوه الفيلد اللي هو بتاع انبوت تكست ده. يعني انبوت تكست ده دلوقتي بقى شايل القيم اللي موجود في الداتا ليست دي، اللي هي القيم دي كده، بحيث ان انا لما اجي اكتب كايرو بيظهر لي تلقائيا كلمه كايرو. طب لو كتبت جيزه اول حرف في الجي يظهر لي كلمه جيزه. طب افرض ان انا عندي اكتر من حاجه، يعني مثلا عندي اكتر من كلمه بتبدا بحرف السي وليكن كده مثلا، واكتر من كلمه بتبدا بحرف الجي وليكن كده. فهنلاحظ ان ادي كل القيم لما بدوس جوه الحقل الانبوت اللي من نوع تكست بتظهر لي القيم اهي. لكن لو انا جيت كتبت دلوقتي سي هتظهر لي الحاجات بتاع السي بس. طب لو كتبت جي هتظهر لي الحاجات بتاع الجي بس. معنى كده ان انا بقى عندي اختلاف ما بينها وما بين السلكت. السلكت بختار القيمه على طول، لكن هنا انا عندي الامكانيه ان اكتب قيمه وتطلع لي من القائمه، يعني بعمل اوتو كومبليت، يعني حاجه هو بيكمل لي. وممكن اكتب قيمه غيرهم خالص، يعني ممكن اكتب اي قيمه تانية غير كده. ففي الحاله دي ممكن اختار قيمه غير اللي موجودين غير السلكت. ما بختارش، لازم اختار جوه القيم، ما ينفعش اختار من بره القيم. فده الفرق اللي ما بين السلكت والداتا ليست. السلكت ما بيتحطلهاش انبوت، انما الداتا ليست بيتحط لها انبوت. الداتا ليست بتاعتي بتاخد اي دي هو اللي بيتحط في الليست ده، لازم هما الاثنين يبقوا نفس القيمه. يعني هنا سيتي تبقى هنا سيتي، كتبت هنا كانتري يبقى هنا كانتري، وهكذا. الاوبشن هنا ملوش قفله، الاوبشن في السلكت ليه قفله. طيب كمان عندي انبوت، اخر انواع الانبوت هناخدها مع بعض. في انبوت اسمه انبوت كولر، ده بيخليني اقدر اختار لون. بقدر اختار لون انبوت تايب كولر. كده انا خلصت الفورم من حيث ادخال البيانات، ازاي ندخل البيانات. طبعا في حاجات تانية غير كده في ممكن اعمل بيها عملية ادخال البيانات، لكن دراستها هتبقى سهلة جدا، مش هتخرج بره النطاق اللي شرحناه ان شاء الله. المحاضرة الجاية هنكمل في الفورم، لكن حاجات بقى تانية غير عملية ادخال القيم، يعني هناخد خصائص تانية للفورم غير كده. اشوف في المحاضرة الجاية ان شاء الله. سلام عليكم.